السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة تورتة اللوتس. طبعا دي حاجة تحفة التحفة. طبعا لما بنقول تورتية في البيت بتتخيلوا ان احنا هنعملها بمكونات كتيرة جدا، وكمان بتتخيلوا ان خطواتها صعبة. ايه رأيكم بقى ان هسمي التورتية النهاردة تورتية المبتدئين؟ هنعملها بشكل احترافي وزي بتاعة المحلات بالظبط. تعالوا نعملها بقى. مكونات سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد معاكم اي وقت تماما، ولا هتاخد معاكم مجهود. وطبعا مكوناتها سهلة جدا وبسيطة، ب3 بيضات بس. شايفين الطبقات اللي انتوا شايفينها دي كلها؟ اللهم بارك، وشكلها التحفة دي ب3 بيضات بس وكوباية دقيق. بصوا بقى ما شاء الله، اللهم بارك على الشكل والطراوة والجمال، وهشة جدا وطعمها تحفة. معايا هنا معلقة كبيرة ممسوحة من النشا، ومعايا كوباية من الدقيق. بنزل بالنشا على الدقيق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هقول لكم المقادير بالكوباية وبالجرام. معايا 3 حبات من البيض، بنزل عليهم معلقة من الفانيليا سايله او بودر زي ما انتوا حابين، ومعايا معلقه خل بس ده التصوير ما جابهاش، وربع كوبايه من الميه الساقعه، لازم تكون ساقعه جدا، ومعايا نص كوبايه من السكر، ومعايا معلقه صغيره من المحسن زي ما انتوا شايفين الجل كده، ومعايا نص معلقه من البيكنج باودر، ومعايا معلقه كبيره زي ما انتوا شايفين كده كاكاو غير محلى. هقول لكم المكونات بالجرام. معايا 94 جرام من السكر، و23 جرام من المحسن، و132 من الدقيق، ومعايا 9 جرام من النشا، ومعايا 3 جرام من البيكنج باودر، و38 جرام من الميه. بحط كل المكونات على بعضها، مفيش حاجه قبل حاجه زي ما انتوا شايفين، بنفس التكنيك ده اللي هو طبعا بالمحسن. لازم المكونات كلها فوق بعضها، ولازم طبعا مضرب كهربائي او عجان. ما ينفعش تماما ولا خلاط ولا ينفع مضرب يدوي. هتفضلوا تضربوا في الخليط ده لحد ما يكون لونه ابيض. طبعا هو ده بالكاكاو، يعني هيبقى غامق بس هيفتح شويه لحد ما اللون يفتح معاكم، وطبعا يكون هاشش جدا وتضاعف حجمه، ويبقى زي المنقار زي ما انتوا شايفينه كده، مش بينزل من العجان بسهوله خالص. زي ما انتوا شايفين كده بضرب لمده 5 دقايق. بفضل مشغله المضرب لحد ما القوام يتضاعف حجمه في العجان، ولو قلبته العجان تحس ان الخليط مش هينزل من العجان خالص. تمام، لحد ما يتكون معايا كده على المضرب منقار. شايفين المنقار اللي هو اتكون ده؟ بنفض طبعا كده، انزل كل العجينه زي ما انتم شايفين. وطبعا معايا الصينيه بتاعتي من 14 ل 16، مقاسها 14 او 16 عشان انا عايزه اعملها تكون مرتفعه جدا، بتشوفها بالارتفاع ده. ببطنها طبعا بورق زبده، وعشان طبعا اثبت ورق الزبده بقطع صغيره من العجينه على صباعي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وبلزق ورق الزبده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بطنتها كويس قوي بورق الزبده زي ما انتم شايفين كده، وهبدا انزل بالخليط بتاعي. طبعا هننزل بالخليط بتاعنا، وبعد ما هنزل بالخليط كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبالستيكس بتاعي او عصايه الشيش طاووق اطلع كل الفراغات واساوي السطح بتاعها. في الوقت ده انا مولعه الفرن سخن مسبقا على درجه حراره 180. بتدخل الفرن، بتقعد لها بالظبط يا تلت ساعه يا نص ساعه، وبعد ما بتطلع بختبرها بالستيكس دوت. طبعا انا اختبرتها وهي في الفرن، بختبرها قدامكم. وطبعا لازم تكون لازم التورتيه بتاعتي تسقع كويس جدا، تبرد كويس قوي. اهم حاجه تبرد كويس. بعد كده بشيل الورق الزبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم لازم الكيك يبرد جدا. وبعد كده بقطع كل الوش زي ما انتوا شايفينه ده. وش الكيك كله بقطعه، سواء اذا كان فانيليا او شوكولاته، بشيله مش بحتاجه خالص، ما بستخدمهوش بالمره. وبعد كده بجيب المنشار معايا او السكينه المشرشره، وببدا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بظبط المنشار على الدرجه بتاعته بيكون 6 أو 7. تمام. السمك بتاع العجينه زي ما انتوا شايفين بتاع التورتيه، اللهم بارك، يطلع معايا 5 طبقات او 6 طبقات. بركنهم على جنب وبنعمل مع بعض الشانتيه. معايا 3 معالق من السكر اذا كان الحبيبات او البودر عادي، ومعايا كوبايه من الكريم شانتيه، ومعايا هنا كوبايه من الميه الساقعه المتلجه. زي ما قلت لكم قبل كده تقدروا تحطوا معايا معلقه من الباستري، وتقدروا تحطوا معلقه من اللبن البودر. احنا يعني بقدر الامكان هنعمله ايه، مش مكلف قوي. خلاص كده. ومعايا طبعا الصوص اللي انتوا شايفينه ده صوص اللوتس، بحط معايا معلقتين من صوص اللوتس، او تقدروا تحطوا نوتيلا اي حاجه. ضربته في العجان كويس جدا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وطبعا حطيت القاعده بتاعتي، وحطيت معاها حته من الشانتيه،
معلقه صغيره كده، عشان طبعا اثبت اول طبقه من الكيك على القاعده كده. وبعد كده احط الشانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجه معايا الصوص اللي انا هسقسق بيه، ده بيكون شويه من الميه، ومعايا معلقه من صوص الشوكولاته، او معايا معلقه من صوص النوتيلا، او معايا معلقه من صوص اللوتس. خلاص بعد كده هبدا بقى اسقسق الخليط، وببدا بعد كده احط عليه كريم شانتيه وافرده، وابدا احط معايا صوص نوتيلا او صوص لوتس او اي صوصات انتوا حابينها. بس طبعا عشان دي باللوتس تقدروا تحطوا مع اللي يمشي معاها صوص شوكولاته او صوص لوتس او نوتيلا، الثلاث حاجات دول. تمام. هنا خلاص فردت الشانتيه. بدأ الاول معانا زي ما انتم شايفين معانا قطعه الطبقه، وطبعا سقسقتها، وبعد ما سقسقها بفرد عليها الشانتيه بالشكل ده، ونزلت عليها باي صوص انا حباه. بعد كده حطيت الطبقه الثانيه سقسقتها وحطيت عليها الشانتيه وفردتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا طبعا خلصت معايا الخمس طبقات، في طبقه فاضله معايا انا هركنها، وان شاء الله باذن الله في فيديو تاني هعمل لكم بيها حاجه حلوه قوي هتعجبكم لاولادكم. بعد كده طبعا انا بمسحها بالمنديل بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. جلستها كويس قوي وحطيتها في التلاجة لمدة نص ساعة. وبعد كده بضرب لها كريم شانتيه تاني كمية كويسة وفيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اجلسها بالشكل ده. طبعا انا بجلسها دلوقتي معاكم بالسكينة عادي جدا، تقدروا تجلسوها بالسكرابر، او تقدروا تجلسوها بالسباتولا، يعني اي حاجه زي ما بقول لكم كده، من غير اي ادوات هتعملوها بطريقه سهله جدا، من غير ادوات خالص. دي السباتولا زي ما انتم شايفين، ودي السكينه، والشرشره اللي انتم شايفينها دي شرشره السكينه عادي جدا. يعني ما فيش اي ادوات خالص، اي حد يقدر يعملها، مكوناتها سهله جدا ومن غير ادوات وما فيش اي حاجه. بلف القاعده معايا بالشكل ده وبجلسها كلها، وبساوي السطح زي ما انتم شايفين كده، سويتها كويس قوي. بجلس الجوانب ومن فوق ومن تحت، وبعد كده بشيل الزيادات زي ما انتم شايفين كده بالسكرابر او بالسباتولا او بالسكينه عادي جدا. همسح بقى اي زيادات وهظبط الشكل زي ما انتم شايفين. هنا معايا بسكوت اللوتس، انا بكسره بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان انا هزوقها او هشكلها ببسكوت اللوتس. طبعا بسكوت اللوتس انا طحنته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقدروا تطحنوه في الكب عادي او تكسروه عادي جدا. انا بوريكم اسهل حاجه، يعني حاجه سهله جدا من غير اي ادوات زي ما قلت لكم. هبدا طبعا اشكلها من تحت او ازينها من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهشيل كل زيادات دلوقتي. طبعا التورتيه اللي انتوا شايفينها دي ارتفاعها من 15 ل 17، مرتفع زي ما انتوا شايفينه، حلوه جدا. هبدا بعد كده الصوص اللوتس حطيته في كيس عادي جدا، كيس مطبخ ما فيهوش اي مشكله خالص، وهبدا اعمل الضرب اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هيديني الشكل النهائي. الشكل ده برضو ترند جدا وحاجه كده خطيره قوي قوي. يعني انا بعمل لكم تورتيه المحلات في البيت. انا طبعا كل مقادير التورته دي انا اختي شيف حلواني، بجيب لكم المقادير بالظبط بالظبط. وافضل حاجه ان انتوا تشتغلوا في مقادير الحلويات او التورت بالجرام، افضل. لازم يكون عندكم ميزان، ده هيبقى افضل من اي حاجه. المقادير دي زي ما قلت لكم انا واخداها من اختي، يعني مقادير سهله جدا وبسيطه ومقادير مضمونه 100%. طبعا هبدا طبعا بالتاب زي ما انتم شايفين كده بالكريم شانتيه. هبدا اعمل الروزيتات اللي انتم شايفينها دي، طبعا وردات كبيره كده، عشان انا هحط بسكوت اللوتس ما بينها وبين بعضها كده. يعني حاجه سهله جدا زي ما انتم شايفين، وهتديكوا الشكل النهائي خطير قوي. بصوا حجم التورتيه اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله، يكفي من 7 ل 8 افراد، ممكن 10 على فكرة كمان لو قطعتها صغيرة. شوفوا ما شاء الله الشكل النهائي بتاعها خطير جدا. انا قطعتها بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده، وده الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله على الطعم والقوام والطراوة، حاجة كده تحفة التحفة، حاجة كده خطيرة جدا هتعجبكم، هتبهر كل اللي هيشوفها. والطعم بقى انا مش عايزة احكي لكم عليه، حاجه تحفه التحفه. وبصوا مكلفه جدا، يعني انتوا تحسوا الطعم كده متكلف قوي قوي، وهي طبعا مش مكلفه خالص. هما 3 بيضات وكوبايه دقيق زي ما قلت لكم، حاجه كده خطيره فاخر من الاخر. يلا حبايب قلبي جربوا الوصفه دي، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولايك وشير كتير، وان شاء الله باذن الله هنعمل كل الحاجات الحلوه مع بعض. يلا حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.